بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا اجمل المتابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي من الفيديو اللي فات. يا رب كلكم تكونوا بالف خير. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عاشوراء. انا الكلام ده كان يوم الجمعه، معرفتش معلش بقى معرفتش انزل لكم الفيديو ده يوم الجمعه. فقلت انزله لكم بقى النهارده. كنت عامله كده شويه عاشوراء حلوين كده جمال. هقول لكم طريقتي فيها وهقول لكم انا بعملها باسهل طريقه، سهله جدا وما فيهاش اي تعقيدات ولا اي حاجه. بس هنبتدي اليوم بقى بتاعنا كده من اول الفطار. انا اليوم دوت كنت الصبح كنت عامله، ده كان الفطار بتاعنا يوم الجمعه. كان عندي فسيخايه كده وكان عندي الرنجه دي، فقلت هفطرهم بقى الصبح ايه، رنجه وفسيخ. كنت عامله كمان حبه اللي هو البسارية. كنت عامله حبه صغننين خالص كده، كنت بجرب فيهم نفسي اشوف هتبقى حلوه ولا مش حلوه. بصوا ده فسيخ اللي هو مش ملوحه، فسيخ اللي هي السمكه البوري. انا كنت بوريكم ايه وشها. بصوا طريه كده وجميله، وكانت بصراحة تحفة تحفة تحفة. هنا بقى انا كنت بقشرها، معلش بقى التصوير ده كان تصوير عمار، ادعوا له بقى ربنا يشفيه. هو بقى كان واقف بيصورني وكده، فكان ايه التصوير على قده. فهنا بقى كنت بنضف الفسيخايه، وهقول لكم بقى انا بنضف الرنجه بطريقه سهله جدا من غير بقى روايح ومن غير ما تبهدل لنا البوتاجاز ولا اي حاجه. انا بنضفها بطريقه سهله جدا. الطريقه دي انا معتمداها بقالي كتير قوي، ماشيه عليها، وبصراحه بتطلع معايا جميله وما بتهدرش. وكمان ما بتبهدليش الدنيا ولا بتخليلي الدنيا ريحتها مش حلوه، ولا تفضلي تغسلي في البوتاجاز ولا اي حاجه. هقول لكم بقى طريقتي فيها سهله جدا جدا خالص. هتحبي ان انت تعملي الرنجه كل شويه. في ناس ما بتحبش تعمل الرنجه بسبب الشوي بتاعها وكده، وان هي تحطها على النار ويتبهدل لها البوتاجاز وكل شويه عايزه تغسلي البوتاجاز وكده. ففي ناس كتير قوي ما بتحبهاش بسبب الطريقه دي. هنا بقى انا كنت نضفت كده الفسيخايه وبشيل الراس بتاعتها، وبعد كده بجيب منديل، بفتحها الاول من النص، وبعد كده بجيب منديل اشيل بيه بقى ايه البطن بتاعتها وكده. هي اصلا كانت مفتوحه، يعني الراجل كان فاتحها لي وكان شايل ايه الحاجات اللي مش حلوه فيها، بس كان في حاجات بسيطه خالص كده. بصوا انا هنا هو نضفتها بالمنديل خالص، ما خليتش فيها اي حاجه، وكانت تحفة. بصوا زبدة كده من جوه. بصي الشوكة بتاعتها اللي هي سلسلة الظهر بتطلع عاملة ازاي، بتطلع لوحدها على طول. انا مرضتش اشيلها عشان انا بصراحة ايه، بقعد امصمص فيها، فقلت بقى اخليها كده عشان برضو تتحط في الايه في الزيت والليمون. بصوا بتتقشر ازاي، بتتقشر بمنتهى السهولة. طبعا انا اكلتها انا وعمار. آه بس كده. وهنا كان عمار بيدوق، فتلاقي الكاميرا ايه بتروح وبتيجي كده. هنا بقى بصوا براد او الكتل، ميه مغليه على النار، وبنزلها كده على الرنجه. بتلاقي بقى ايه القشره بتاعتها فصلت، القشرة اللي هي على الوش دي واللي تحت، تلاقي القشرة دي فصلت، ويا دوبك انتي بس بتشيلي من عليها القشرة كده وبتبقى في منتهى الجمال. بصوا انا بحطها في الصينيه كده وهي، وبعملها كده واقوم مقشراها. القشره بتاعتها بتطلع في منتهى الجمال، بس ايه بصبر عليها ثواني كده عشان خاطر بس الميه بتكون سخنه او مش بعرف امسكها. وبعد كده بقشرها بتبقى جميلة. هنا بقى اهو كنت فصصتها وخلصتها. بصوا بقى عملتها اهي، ده البسرية اللي انا كنت مخللاها، ودي بقى الرنجة. انا بفصصها خالص كده عشان ولادي ما بيحبوش الشوك خالص فيها، لو لقوا شوك بيقوموا من على الاكل. فانا بفصصها خالص حتت حتت خالص صغننه كده، وبعصر عليها الزيت والليمون. هنا بقى كنت بعصر عليها الليمون وبحط عليها الزيت. وفي طبق بعمله لجوزي، بقى جوزي بيحبها بالطحينه، يعني بحط عليها طحينه وبهرسها واحط عليها زيت وليمون وبس، وبنقعد ناكل بقى. هنا بقى كنت عصرت عليهم الليمون. بصوا الجمال، بصوا ما شاء الله يفتح النفس بصراحه.
احنا بنفطر كده ايه يعني يوم الجمعة بس، هو اللي بناكل فيها الاكلة دي بعد الصلاة كده، بعد ما جوزي يجي من الصلاة وولادي اروح عاملة لهم بقى الاكلة دي ونقعد نفطر. ممكن كل جمعة، ممكن جمعة او جمعة لا، بس ايه يعني دايما مش بناكلها غير يوم الجمعة بس، لان جوزي بيجي من الشغل بالليل، فطبعا ما ينفعش تتاكل بالليل، فبناكلها اليوم ايه، اليوم اللي هو بيكون اجازة بناكلها فيه، عشان خاطر ما ينفعش تتاكل بالليل وكده، فبناكلها بقى احنا ايه بالنهار كده، اللي هو يوم الجمعة بعد الصلاة كده بنفطر بيها، لكن مش بننفع في اي وقت بصراحة. بس كده. هو بصوا بقى الملوحة دي اللي انا كنت مخللاها، اللي هي اللي هو البسارية، كنت مخللاها انا، حاطه عليها الملح والشطة والزيت وكده ومخللاها، بصراحة طلعت حلوة برضو. هنا اللي هي ايه بالطحينة دي اللي انا بقول لكم عليها، بالطحينه بحط عليها زيت وليمون وطحينه وبس. وهنا برضو اهي كله بقى كله كده. بصوا كده الاكله بقى بعد ما خلصت، والليمون اللي انا عصرته ده كله، وكل بقى الاكله بصراحه تفتح النفس، عايزه تاكلي كده كل يوم. يعني انا الاكله دي لو كلتها كل يوم بصراحه مش هزهق. بس بقى بصوا اهو كده الفسيخ اهو، هو البسارية دي، ودي الرنجة. طبعا انا زي ما قلت لكم انا ايسل بتقول لكم اعملوا لايك واشتراك لماما. وقطعت بصلتين كده صغننين عشان جوزي، انا كان عندي بصل اخضر، انا بحب البصل الاخضر وبس. وبصوا بقى هي الاكله بتاعتنا الجميله. وجيت بقى بالليل اللي هو اخر النهار كده، رحت عامله لهم بقى العاشوره. ده كان كيس كنت جايباه من هايبر، الكيس ده كان نص كيلو، اللي هو القمح البليلة. انا بحط القمح اهو، بصوا حطيته في الطبق ونقيته، بعد كده ايه غسلته حلو جدا جدا، بغسله حلو قوي، وبعد كده بحطه في شوية مية. بصوا دي مية، هي حطيته في شوية مية وسبته ايه يتنقع شوية. بصوا انا عندي محدش بيحبها غير هو عمار وباباه، فعملت نص الكيس، يعني يعتبر ربع كيلو قمح. بصوا هنا بقى القمح، بصوا كان عمل ازاي بعد ما اتنقع، بصوا كان عمل ازاي جميل. ونسيت اقول لكم ان انا كنت حاطه معلقه رز واحده بس، نقعتها برضو في شويه ميه. بصوا بعد ما اتنقع بقى عامل ازاي، هي معلقه رز واحده نقعتها في شويه ميه وسبتها على جنب كده بعد ما ده اتنقع. هنا بقى كنت غليت الميه، بغلي الميه كده واقوم ساقطه فيها البتاع ده، القمح. بصوا بسقط فيها القمح كده، وبحط معاه الرز، يعني القمح اهو، واحط معاه الرز. هي معلقه رز واحده بتخلي لي الميه بقى بتاعته كده تبقى سميكه كده وتقيله، الميه بتاعته كده تبقى حلوه، حتى لو كلتيها بليله بس بتبقى حلوه جدا مش وحشه. بصوا اهي معلقه رز واحده، هي معلقه واحده. بس ده كان ربع كيلو قمح، انا كان عندي نص كيلو، عملت نصه وسبت نصه، علشان بصراحة محدش بياكلها كتير غير ايه عمار وباباه، فرحت ايه عامله لهم بقى الشويه دول. ودي معلقه سكر كده عشان خاطر تخلي القمح نفسه يبقى ليه طعم مسكر، ما يبقاش ايه ما يبقاش ملوش طعم كده، فبتخلي القمح نفسه يبقى ليه طعم كده مسكر وحلو. هنا بقى غليت ربع ساعة بتغلي، وبعدين رحت طافية عليها وسبتها متغطية نص ساعة، كانت شربت بقى المية بتاعتها، وزي ما انتوا شايفينها كده فنشت خالص من غير بقى ما تقعد تغلي على النار ساعة ولا كده. ده كان كيلو ونص لبن، كان كيلو وكوبايه، يعني كان كيلو لبن، وانا كان عندي كوبايه باقيه من قبل كده، فحطيتهم بس سبت شويه كده عشان اعمل فيهم النشا في الاخر. حطيت بقى يعتبر كيلو اللبن حطيته، وسبت الكوبايه ديت اللي هو ايه انا هعمل فيها هدوب فيها النشا.
بصوا بقى فنشت كده وبقت جميلة، واستوت كده وبقت جميلة خالص. هنا كان لسه بقى طبعا بارد خالص، كان لسه مطفي عليها يا دوبك، لسه مولعة حالا، لسه اللبن حتى ما سخنش، كان اللبن بارد وكله بارد. حطيت هنا معلقة، حطيت معلقتين اتنين كاستر، لو عندك حطي، ما عندكيش عادي مفيش مشكلة. بس انا بصراحة بحب فيها الكاستر، بيكون مديها طعم جميل كده ولون جميل. بيديها لون اصفر شوية، بس بصراحة بيديها طعم جميل كده وقوام جميل. حطيت الكاستر وحطيت كوباية سكر، انا ما حطيتش كوباية بس، انا حطيت كوباية ولقيتها ايه لسه دلعة شوية، فروحت حاطة نص كوباية كمان، بس ما تصورتش في الكاميرا. ماشي، يعني حاطه كوبايه ونص. السكر ده بقى بيبقى حسب ايه، حسب اختيارك انت، يعني تشوفي انت بتحبيها مسكره، بتحبيها دلعه، بتحبيها كده. انا بحبها وسط، فحطيت ايه اللي هو كوبايه ونص سكر. بصوا ما شاء الله استوت، وبصوا لونها بقى جميل جميل جميل. عايزه تحطي تزودي الكاستر حطي، مش عاوزه برضو مفيش مشكله عادي، انت كده كده هتحطي النشا. هنا بقى كان عندي معلقتين نشا هم، حطيت عليهم كوبايه اللبن وقلبتها حلو جدا، وحطيتها ايه عليها، وتقلبي بقى بسرعه. هنا انا كنت بصور بايد وبعمل بايد، فكنت ايه مش متملكه قوي، لكن كنت بفصل وبرجع اشغل تاني، بفصل وبرجع اشغل. هنا بقى اهو بصوا تقلبي بسرعه بسرعه بسرعه، عشان الايه، عشان النشا ما تكلكعش في مكان واحد، لا احنا اللي مش عايزينها تكلكع، لازم نقلبها ايه حلو. كان عندي معلقه قشطه وش اللبن، انا كنت غاليه اللبن من بالليل، ودي كانت معلقه قشطه، فروحت ايه مزوداها. عايزه تحطيها برضو حطيها مفيش مشكله، مش عايزه براحتك برضو عادي. كان عندي كيس فانيليا، رحت حاطه كيس الفانيليا وشويه الايه القشطه اللي انتوا شايفينهم دول بس، وقلبتها وطلعت في منتهى الجمال، والله العظيم في منتهى الجمال. جربيها، مش شرط خالص يكون مناسبة عاشورة، انت ممكن تعمليها في اي وقت، مفيدة جدا جدا للأطفال. فيها فوائد كتير قوي، لو ولادك بيحبوها اعملها لهم على طول، مش شرط مناسبة عاشورة. انا بعملها لعمار، ان انا عندي عمار هو الوحيد اللي بيحبها، يعني مالك وايسل مالهمش فيها خالص، لكن هو عمار وباباه. عملت لهم بقى شوية دول الطبقين الكبار دولت، اللي هو الاخضر والبينك دولت، كنت عاملاهم لجيراني، لجارتي اللي قدامي وجارتي اللي تحتيه، فقلت ايه عشان اديها لهم كده، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه عاشوره. والباقيين بقى بصراحه ما شاء الله عمار وبابا ايه هما اللي كلوهم. لكن الطبقين الكبار دولت عشان هم باينين ان هم اكبر حاجه، فهم الكبار دولت انا كنت عاملاهم للجيران اللي تحتيه واللي قدامي. بس كده، وقولوا لي بقى ايه رأيكم في الكومنتات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.